السلام عليكم الخوت. بعد انتهاء الميركاتو الصيفي اللي بالنسبه لي انا واحد من افضل الميركاتوات اللي دازوا في التاريخ ديال الدوري المغربي، في هذا الفيديو غنعطيكم اغلى تشكيله في الدوري المغربي حاليا كقيمه سوقيه. فلا عجبكم هذا الفيديو خليو لنا واحد لايك. بقى لي غنقول لكم نبداو. الخطه اللي غنبداو بها هي 4-3-3. في حارس المرمى عندنا الحارس مهدي بن عبيد، حارس فريق نادي الجيش الملكي. بن عبيد من افضل الحراس في الدوري المغربي، ولكن اللاعب حاليا كيمر من عده مشاكل مع الفريق ديالو، وكاين شي اخبار يقولوا على انهم هبطوا الامل. فالقيمه السوقيه ديال بن عبيد حاليا هي 1.8 مليون يورو. غنمشيو دابا للظهير الايسر اللي غنلقاو فيه اللاعب يوسف بلعمي، لاعب فريق نادي الرجاء البيضاوي اللي في الموسم الماضي قدم اداء رائع ونال اعجاب العديد من الجماهير المغربيه، وكاين اللي طالب باش انه يتواجد مع المنتخب المغربي كيف ما كانت تعطي الفرصه لعطيه الله. القيمه السوقيه ديال بلعمي حاليا هي 1.3 مليون يورو. غنمشيو دابا للظهير الايمن اللي غنلقاو فيه اللاعب محمد مفيد اللي انتقل من الجيش الملكي للوداد البيضاوي بحال الصفقه اللي كان دار الوداد من قبل مع ايوب العمود. مفيد عنده امكانيات كبيره ولياقه بدنيه عاليه. القيمه السوقيه ديال اللاعب حاليا هي 850 الف يورو. نمشيو دابا لجوج لعابه اللي عندنا في قلب الدفاع. اول لاعب عندنا اللي هو حاتم الصوابي، لاعب فريق نادي الجيش الملكي. الصوابي في الموسم الماضي قدم اداء رائع وبيع لانه عنده امكانيات كبيره، لاعب خريج اكاديميه الجيش الملكي. القيمه السوقيه ديال الصوابي حاليا هي 900 الف يورو. بالنسبه لقلب الدفاع الثاني غنلقاو عندنا جمال حركاس، لاعب فريق نادي الوداد البيضاوي. حركاس عنده خبره كبيره في الدوري المغربي، سبق لي لعب مع كل من وجده ورجاء البيضاوي. حركاس حاليا هو العميد الاول داخل فريق نادي الوداد البيضاوي. القيمه السوقيه ديال حركاس حاليا هي 1.2 مليون يورو. غنمشيو دابا لوسط الميدان اللي غنلقاو فيه ثلاثه ديال اللعابه. اول لاعب عندنا اللي هو عميد الجيش الملكي رابح حماد، اللي كان من الرجال اللي ساهموا في رجوع الجيش الملكي للقمه والفوز بالدوري المغربي وكذلك رجوع المنافسات الافريقيه. حماد كيتعتبر من افضل اللاعبين في الدوري المغربي. القيمه السوقيه ديال حماد حاليا هي 1.6 مليون يورو. ثاني لاعب عندنا في وسط الميدان اللي هو اللاعب حمزه الساخي، لاعب فريق نادي الوداد البيضاوي اللي انتقل الوداد في هذا الموسم قادم من الديار الفرنسيه. الساخي عنده مكونات كبيره وعنده خبره كبيره في الملاعب الاوروبيه، سبق لي لعب في الدوري الفرنسي. القيمه السوقيه ديال الساخي حاليا هي 1.5 مليون يورو. اخر لاعب عندنا في وسط الميدان اللي هو اللاعب محمد زايده، لاعب فريق نادي الرجاء البيضاوي. زايده تقدم مع الرجاء سخاء بدني كبير، وواحد من اللاعبين المحبوبين من طرف الجماهير الرجاويه، لاعب كيتقاتل على التوني. فالقيمه السوقيه ديال زايده حاليا هي 1.2 مليون يورو. نمشيو دابا لخط الهجوم اللي غنلقاو فيه حتى هو ثلاثه ديال اللعابه. اول لاعب عندنا اللي هو اللاعب امين زحزوح، لاعب فريق نادي الجيش الملكي اللي في الموسم الماضي بصم على اداء خرافي وكان من نجوم الدوري المغربي، واللي بسبب التالق القيمه السوقيه ديال اللاعب ارتفعت وجاو عروض كبار من الدوريات الاوروبيه، ولكن اللاعب فضل انه يبقى مع فريق نادي الجيش الملكي. القيمه السوقيه ديال زحزوح حاليا هي 1.5 مليون يورو. ثاني لاعب عندنا في خط الهجوم اللي هو اللاعب الجزائري يوسف بوزوق، لاعب فريق نادي الرجاء البيضاوي اللي في الموسم الماضي قدم اداء رائع وكان هو هداف الدوري المغربي. وما نساوش كذلك بسبب التالق اللاعب القيمه السوقيه ديالو ارتفعت بزاف. القيمه السوقيه ديال بوزوق حاليا هي 2 مليون يورو. اخر لاعب عندنا اللي هو المهاجم السنغالي مباي نيانغ اللي انتقل فريق نادي الوداد البيضاوي. نيانغ من اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره في الملاعب الاوروبيه، ومن ابرز الفترات ديالو اللي كانت مع فريق نادي اي سي ميلان، لاعب غينفع الوداد بشكل كبير. القيمه السوقيه ديال نيانغ حاليا هي 2.5 مليون يورو كغير لاعب في الدوري المغربي حاليا. فهذه الخوت كانت اغلى تشكيله حاليا في الدوري المغربي كقيمه سوقيه. اللي عجبكم الفيديو خليوا لي واحد لايك. بقى لي غنقول لكم ان شاء الله.